يا حسام مساء الخير يا حس. مساء الخير يا كابتن مصطفى. حبيبي مبروك وبالتوفيق وحاجه مشرفه، وده عشمنا فيك كمدرب كبير ومدرب لك وزنك ولك تقلك يا حسام. الله يبارك فيك يا كابتن مصطفى، وتحياتي للكابتن مدحت والكابتن مجدي. مبروك يا كابتن. اهلا بيك، مبروك يا حس على النتائج الجميله دي. حسام لا نغفل حق مختار في تجهيز هذا الفريق واختياراته، رايك؟ لا طبعا انا اكثر من مره قلت يا كابتن مصطفى يعني كابتن مختار ادى عمله بشكل مميز ويكفي فوزه ببطوله كاس مصر. في نفس الوقت هو كان عنده ظروف صعبه، كان عنده اصابات كثيره، كان عنده غيابات، وفي مباريات كثيره اتأدت بشكل، لكن كان في سوء توفيق. فيعني اعتقد ان الجهاز الفني السابق ادى دوره بشكل مميز، لكن هي دي كره القدم، في فترات بيبقى فيها عدم توفيق. ويمكن الحمد لله الفتره اللي فاتت انا كنت مقسم المباراه لاهداف معينه. كان المباراه الاولى مهمه جدا يا كابتن مصطفى، الفوز المعنوي واستعاده الثقه. في نفس الوقت يمكن بدايه من المباراه السابقه كنا بنتكلم على بدايه مرحله مهمه جدا، تحديد المسار و يعني تصحيح اخطاء حصلت من اللعيبه شويه. انا بقول مش ان هم طبعا كان عندهم بعد كاس مصر يعني فتره استراحه كده، اعتقد هي اللي ادت ان يحصل تغيير في النتائج، وهم اتفقوا معايا في الحته ديت. وشفنا دلوقتي الروح مختلفه والتركيز، وفي نفس الوقت التعليمات اللي بتتقال في التمرين وبتتقال في المباريات هم ملتزمين بيها بشكل كويس، وهم الحمد لله اللي ادوا الاربع مباريات دول وفازوا بيهم، فبشكرهم طبعا. واللي جاي اصعب ان شاء الله ربنا يسهل ونوفق فيه، لان عندنا مباراه هامه جدا خارج ملعبنا مصري بورسعيد مع المصري. فنتمنى ان شاء الله ان احنا نوفق فيها باذن الله. طب حسام عايزك كابتن مدحت، اتفضل يا كابتن. يعني انت اضفت ايه بعد مختار؟ يعني حد ما كانش بيلعب لعيبته، غيرت طريقه لعب، غيرت اسلوب لعب، رفعت روح معنويه، غيرت الاسلوب التعامل. يعني قول لنا ايه التغيير اللي انت اضفته؟ ونحن عارفين ان كل شيخ له طريقه في الشغل يا حسن. لا انا مش عاوز اقول اضفت ايه بعد كابتن مختار، لكن انا عاوز اقول ان انا ركزت على ايه من ناحيتي انا. ما دي اضافه برضو. نتيجه متابعتي لبعض الملحوظات طبعا، يمكن جانب معنوي وجانب طبعا فني. الجانب المعنوي يعني كان في اتصال مستمر مع اللاعبين، دراسه شخصياتهم طبعا بشكل سريع، لان المباراه انت عارف ازاي متلاحقه، ومساعده الجهاز الموجود معايا. عشان كده انا احتفظت بحسين امين. يعني انا كان طبعا وانا رايح انبي كان في تصورات، وكان قلت كان في ترشيحات حتى لبعض الاسماء ان تكون موجوده معايا، لكن انا تمسكت ان يكون معايا حسين امين لمعرفته، وفي نفس الوقت العادات الكثيره اللي حصلت بيني وبينه لسؤالي على بعض الاشياء والمشاكل اللي كانت موجوده عند اللاعبين، واشياء كثيره هو فادني فيها. ابتديت اتعامل معاه طبعا من الناحيه المعنويه ولقاءاتي المستمره مع اللاعبين. في نفس الوقت اكيد كانت طبعا يعني كان في مشاكل خططيه. انا بقول يعني كان انا بقول من خلال ملاحظتي في التمارين وفي المباريات اللي اتفرجت عليها، كان في بعض المشاكل الخططيه عند اللاعبين. اعتقد هو ده اللي انا بشتغل عليه بشكل مستمر في الفتره دي، وعشان كده كابتن مصطفى يمكن شفنا التنظيم افضل في المباريات، ويعني بالحسابات يعني طبعا في توفيق من عند ربنا، لكن بالحسابات كده الحمد لله انت ما دخلتش فيك ولا هدف في الاربع مباريات. ما شاء الله. ده نقطه مهمه جدا. جايب كام جول في الاربع مباريات؟ حوالي كام؟ 8 يا حسام؟ يا فندم كام جول في الاربع مباريات؟ في الاربع مباريات 8 مش كده؟ طيب كابتن حسام، طلبت اعتقد من النادي الاهلي بعض الاعارات في فتره انتقالات شتويه، الاول ده مظبوط؟ انا بعت رساله عن طريق يعني المسؤولين عندي والاداريين عندي للاتصال بالمسؤولين في النادي الاهلي. يعني بحب الامور تمشي في سياقها الرسمي، على اساس يمدونا بالاسماء والاعارات اللي ممكن النادي الاهلي بيفكر فيها في الفتره اللي جايه، او الاستغناءات اللي النادي الاهلي بيفكر فيها، على اساس احنا ندرسها ونشوف هل تتماشى مع الاحتياجات اللي احنا عاوزينها، وفي نفس الوقت هل ممكن نخطو خطوه ان احنا يبقى في اتفاق بيننا وبين النادي الاهلي. ولغايه دلوقتي طبعا ما جاليش يعني معلومات عن الموضوع اللي انا طلبته، يعني الاسماء اللي النادي الاهلي بيفكر في بعض الاحيان يقولوا لنا فلان وفلان وفلان، ولكن ما فيش شيء رسمي يعني. فانا طبعا طالب شيء رسمي على اساس ابتدي ادرس الموقف يعني. لكن من المؤكد انت حاطط عينك على بعض الاسماء، يعني هل يخش في حساباتك؟ بلاش الاسماء، قول الاماكن. طيب لا يعني شهاب اكيد، اينو، ربما عفروتو.
لا هو لو يعني حضرتك قلت الاسماء دي كلها طبعا لعيبه مميزه، لكن في طبعا لعيبه موجوده عندي في نفس الاماكن، لكن لو هم بيفكروا في الشهر طبعا افكر فيه يعني. اينو اينو عندي في المركز ده كتير يعني، في لعيبه بتأدي دور اينو، لكن شهاب طبعا عارفين اينو بيلعب وسط ملعب مدافع، لكن شهاب بيبقى اداؤه مختلف شويه. سيد حمدي حسام، السيد حمدي ممكن طبعا لو هم بيفكروا يعيروا شهاب افكر فيه. طب سيد حمدي ولا تاخد فابيو جونيور؟ بينكشك الحلقه امبارح كلها على فابيو جونيور. طيب قول لي يا كابتن حسام. كلها على فابيو. طب لا بس ربما النهارده يخلينا كلنا نسكت. فابيو جونيور هيبان. اتمنى يا حسام، اتمنى والله اكيد انا عارف ان انت بتتمنى كابتن طبعا. انت عارف بالتحديد، انت بالذات يعني. طبعا اكيد بنتمنى طبعا كلنا، وهو ابتدى يندع، لكن نتمنى ان شاء الله ان هو يفيد طبعا. طب سؤال اخير كده يا كابتن بسرعه بعد اذنك. اسلام عوض انتهى موضوعه مع الزمالك؟ اوكي خلاص اسلام عوض خلاص. انتهت، الخزنه اتملت يعني. خلاص الانتقال تم للزمالك، والاداره اخبروني النهارده ان الزمالك يعني مع اداره انبي توصلوا لاتفاق يرضي الطرفين، وخلاص كده اسلام هيبقى معانا. عندك البديل يا حسام؟ البركه. عندك البديل؟ والله كابتن مصطفى في ولد تحت، في ولد تحت، وهبتدي اعتمد على بعض العناصر الشابه الموجوده. انت لعبت صالح ولعبت صبحي، وفي ولد اسمه كهربا محمد، عارفه انت، مواليد 94 صغير، وفي واحد مواليد 91. دول كلهم هبتدي اشتغل معاهم في نفس المكان اللي كان بيلعب فيه اسلام. بالتوفيق يا كابتن حسام، بالتوفيق. اشكرك شكرا جزيلا. اذا مع حوار اخر ولكن بعد الفاصل.